الملون حلو برضه، او الاسود عايز ورينا اسود. كل حاجه عشان ايه، لو قالت لك عايزه نبقى عارفين هي عايزه ايه. يعني الايصال ده لحد امتى؟ لحد ما يجيب الفلوس يعني؟ عايزه اساتك يعني، بس حاجه ده جديده. لون، هوريك حاجه، ده لون، هو ده مختلف. احنا خدنا اهو الفرن عشان لو حبيتي منه. ده حاجه بس ثانيه. حاجه اساتك. دي اساسي. كده يعني. في ده كمان، اللون ده جميل قوي. ده ده مختلف حلو جميل قوي. يا سلمى. ما هو انت اصلا كده امين احلى اتنين دول على فكره. ورا يا بنتي، بعدي ورا شويه. ابعدي لورا شويه. اهو يا ماما بقى بعت يا ماما. هي هي موجودة. عايزه ده ولا التشمير؟ الصراحة الاثنين حلوين قوي. كلهم جمال ما شاء الله. احنا ناخد البتاع كلها ونمشي. خديها. انا مش عارفه خدي عشان لو قالت لك هاتي انا امسك الحاجات دي لا تقع حاجه منك. انا هجيب لحضرتك شنطه حالا دلوقتي. ايوه بس كده. ده بتستخدمي سلمى عايزه بندانه طب ولا هو حاجه اصلا ايه اللي وصلكم للمحل ده يعني؟ بتاعت بيبيهات يعني؟ دي ما تجيش على قد راسك. دي تيجي على قد راسي. طب خلاص ايه، نجيب لك من دي تاني. اجيب لك من دي. بصي اجيب لك من دي واحده. استني يا عمو يجيب بس خلي بالك الموقع ده مش هتلاقي تاني برضه، مش هتلاقي زيه تاني. حطي دول هنا هو جاب لك الفلوس؟ اكيد حضرتك. هو جاب لك الفلوس؟ جاب لك الفلوس؟ وبراحتك بقى تشوفي تاني كده. جابها لك يعني. بصي صوري يا مريم. ارجعي ورا شويه يا مريم. ماما اكيد مش دي بس تلبس ده دي يعني. ايه شهور وسنه. البندانه. البندانه دي بس جميله قوي جدا. مفيش على قد. في الوان منها تحفه. هي طب اصلا ما في البند كبيرة خطيره. حلوة. فين اللي هي دي؟ والراجل عامل ايه زي معاها؟ اللي جايباها زوزو ورؤية. لا دي قطن عرضها. طبيعي ستريتش. أجيب لك؟ هادي هجيب اللون تاني. بس اللون ده اهو رايح حضرتك حاجه. ده لون. ادي لون. ايه على حاجه مثلا طقم عندي ماما وادي. تدليل. عادي تلبسيها في البيت، ايه المشكله؟ ايوه ايوه. عايزه تدلعي نفسك شويه، ايه المشكله؟ وادي لون كمان. بيبقى فيها عندنا عجز في الاساس. حاجات جديده. حاجه تانية يا مريم؟ لا خلاص. حالتي بتخيروني. احنا هنحيرك. هي كيوت. دي حاجة تلعب معايا ماما. هو ايه اللي ده؟ ايه بندانات دي ولا دي؟ دي بندانات برضو؟ دي حكايه. جميله. وعلى دي انا فكره عايزة تلبسها. يعني هي وعندي صداع ومربطه. حكايه كده. بقول لك انا عايزة ما تلبسها. شاء الله ما شاء الله. ايوه بتتربط لقدام كده على جنب كده مالهاش حل. يعني ممكن لما الواحد يحب في البيت مثلا. الراجل ده واقف قدام البان صافي بجوار مول 7 ستار بالحي الخامس بالتجمع الخامس يا جماعه. عايزه اقول لكم اسعاره تكاد تكون الربع بالنسبه لاي مول، والاشكال بتاعته مميزه جدا. يعني انا بشوفها شخصيا في مول كايرو فيستيفال، يعني بشوفها باسعار خياليه، ما برضاش اشتري منها بصراحه لانها بتبقى غاليه جدا، مبالغه في سعرها. وبعد كده رحنا بقى اشترينا عصير وقعدنا قدام مارينا شربنا عصير كده اهو، والراجل هناك اهو. وكان يوم جميل قوي والجو حلو قوي. ابتدى يعني الجو يتعدل يا جماعه، بقى معتدل كده بالليل او في سنه ساقعه شويه بس برضه حلو. والراجل واقف هناك اهو قدام البان صافي.